المدير العام للأمن الداخلي. إرسالية الرقم 102 ألف عين 28/10/2022 سري. ماذا تقول إرسالية؟ تقول أنه في تاريخ 22 أكتوبر 2022 بعد إعلان الطبيب الشرعي لدى المؤسسة العقابية القليعة عن وفاة السجين سي مرابط عبد السلام المسجون تحت رقم 31/19/81/05 في ظروف غامضة. على كل حال راكم سمعتوا، ممكن سمعتوا الفيديو يتكلم فيه هذا المشعوذ، هذا الكذاب، يتكلم على واحد ميت. هذا الميت هذايا مسكين قتلوه الله يرحمه، مسكين. انا غارني انا ثاني مسكين. هذا الميت ها وين الصوره تاعو مع شهاب الصديق. هذا لابس الفيستا الزرقاء، شهاب الصديق هو لابس كرافطه حمراء، واللي مسميه لابس الفيستا الزرقاء هذاك نائب في البرلمان ديبيتي اسمه سي مرابط. وقتلوه المخابرات، عذبوه مسكين وقتلوه الله يرحمه مسكين. وانا غاضني بزاف بزاف، ويعني شيء مؤسف انه يعني يعذبوا هذا الاخر. بعد كان حوست على الاصل نتاعو وحوست على كذا، لقيت بعض الامور هكذا. لقيت عنده مثلا الاوراق نتاعو الثبوتيه. ها وين هذا السي مرابط يعني موجود، يعني انسان هذا صح كي كان حي مسكين الله يرحمه مسكين. شوفوا الصور تاعو هو ميت. شوفوا صورني وانا ميت. شوفوني وانا ميت، يعني كيف قال لك الاخر يجنن وانا ميت. ها وين نشرها؟ وشكون اللي جاب الخبر هذايا؟ اللي نشر القصه هذه والخبر هذا معلومات رسميه طبعا، اللي عنده معلومات شوف بابا بالصوره هما يذبحوا فيه. شوف هذو المخابرات قتالين يا خويا، انا على الراس تاع جدهم كاع. هذو المخابرات هذو قتالين، مخابرات ارهابيه يقتلوا الناس. شوف هذا وشكون اللي جاب؟ هذا واحد اسمه بن عطيه سيد احمد. هذا واحد سيد احمد هو اللي جاب القصه، وهو اللي عطاها لزيطوط، وهو اللي قال له باللي هذا البرلمان يقتلوه كذا. هذا بن عطيه هذا مسكين ربي يشافيه، عنده مرض السيده، يعني عنده هو شاذ جنسيا مخنث. شوفوه كي يكون يهضر، تشوفوه يتلغدد هكذا، ومصاب بمرض السيده مسكين ربي يشافيه. هو باعترافه هو يقول انا مريض بالسيده. كي كان في السجن في وهران قال باللي انا مصاب بمرض السيده اذا ربي يشافيه. اذا انا سمعت القصه هذه باللي كاين عمليه اغتيال وعمليه كذا، وقتلوا واحد نائب في البرلمان اسمه سي مرابط، وعذبوه وقتلوه المخابرات ارهابيه، مخابرات عبله الارهابيين يقتلوا الناس، يعذبوا الناس، يقتلوهم ويذبحوهم. وش عيب عليكم تقتلوا الناس؟ اذا انا قعدت نبحث، قلت والله العظيم غير المفروض واحد يحوس على هذه القصه وشري. قاعد نحوس وبعد كده جاتني فكره، قلت انا نشوف نعيط لعزرائيل في الاخره، نقول له شوف لنا مرابط هذايا خرجونا من القبر وجيبهم هسه نشوفوا عزرائيل. الو شوفوا عزرائيل هذا اذا كان يقدر يجيب لنا سنشوفوا عزرين هذا اذا كان يقدر يجيب لنا. الو عزرين. الو الو نعم والله بعثني الله كما يقول لك بعد ان قتلني الزيطوط وبن عطيه. ايه انت راك ميت ولا حيت؟ من راك تهضر قبل؟ انا راني حي ارزق. وراك رايح عيط لك عزرينه؟ لا طفيت التلفزيون. ايه قلت باش عزرين عيط لك، قال لك راه واحد توحشوك. وشني قصتك تفهمنا درك؟ والله يا اولا قدمنا نفسك، شكون انت؟ معاك عبد السلام السي مرابط. ايه مواطن جزائري مقيم بالخارج، من مواليد ولاية وهران، مقيم ببلدية عين الترك. مواليد واش وقتاش مولود انت؟ 9 ماي 1981 بوهران. ايه لا كلينيك سانطان، هذيك اللي جايه عند سوناغاز. ايوا مهم جدا تعطينا شويه كلينيك زايد فيها باش تعود تخدعنا نسقسيو. ايوا لا كلينيك سانطان. ايوا المهم واش تخدم؟ في الجزائر. بديت في الجزائر، هاجرت من الجزائر في 2007. ايوا وين رحت؟ رحت للامارات. ايه حوالي 3 سنوات في الامارات. ايه ومن بعد قربت للوالدين، دخلت لفرنسا.
ايه. وانا مقيم في فرنسا من تاريخ 28 اكتوبر 2010 الى يومنا هذا. وفي نفس الوقت مقيم ببريطانيا، يعني نروح ونجي لانه عندي مشاغل والشغل نتاعي. اما لا تجي لبريطانيا تخلص لنا بيتزا. والله غير نخلصها لك وبالحواشي معمرين بالفرماج. يا داكور. وشنو علاقتك مع شهاب الصديق اللي نحييه بالمناسبه، الا راهو يسمع فينا ولا سمعوه؟ حييه. والله شهاب صديق المرة الوحيدة اه. اليتيمة اللي التقيت معاه كانت في 2018 في سينما المغرب. كان كاين مؤتمر عاملينه جماعة الأرندي من أجل يعني تعداد ما كما نقولوا إنجازات الرئيس الراحل الله يرحمه عبد العزيز بوتفليقة. يعني انت ما تحضير عندكش علاقه؟ العودة وش الخامسة. علاقتك بلاراندي؟ والله ما عندي معاهم حتى علاقة. وترشحت انت كشما انتخابات؟ المرة الوحيدة اللي الأراندي بغاوني زعما نترشح في الانتخابات البلدية في عين الترك، رئيس المكتب البلدي تاع الأراندي اللي هو الصديق تاعي اللي نحييه محمد قاسي، قال لي لا تبغي تكون معنا عضو مكلف بالشباب. قلت له ودي أنا ما رانيش يعني مهتم بالانتخابات في الوقت الحالي، الا كاش من مره ولا بغيت زعما نترشح راني ما كاش مشكله. راني نقول لك بصح ما عنديش حتى بطاقه منخرط، ما عندي حتى علاقه بالأراندي. ايوا. وش القصه هذه اللي خرجوها هذا الطفل هذا الشاذ هذاك واسمه بن عطيه؟ واش قصتك معاه؟ وين تعرفه انت؟ واش قصتك معاه؟ صدقني يا سعيد خويا، انا هذا بن عطيه حتى نهار اللي اتصل فيا واحد الصديق كنت في المستشفى قال لي واحد راه كاتب عليك، ما كنتش نعرف باللي ربي خلق انسان سموه بن عطيه، ما نعرفهاش جاني ولا شفته. فاتصل فيا صديق قال لي يا ودي هذا بن عطيه. قلت له شكون بن عطيه؟ قال لي هذا جورناليست راه يهضر على كاع الفساد في وهران وكاع، دار عليك ارتيكل يعني منشور، وكتب باللي راني جايك يا سي مرابط يا صانع ايه. البرلمانيين. ايوا. اصل صانع البرلمانيين هذه شياله في 2019 نهار اللي داروا التشريعيات، ولاد حومتنا تعرف الشباب كاع بغاو يترشحوا، ايه. كيما يقول لك الخبار ترشح والخباز ترشح. حنا ولاد حومتنا ساندناهم، طلعوا منهم واحد 4 ولا 5. انحسبت على كيما نقولوا هادو صحابي مقربين، ايه. انحسبت انا بلي يعني معاهم نتقهووا مع بعض نتصوروا مع بعض. عندي صوره مع احد البرلمانيين قدام مبنى المجلس الشعبي الوطني، عرضني قال لي روح شوف الماكله اللي ياكلوها لنا. دخلت فطرت تما. والماكله زينه مش زينه؟ كي دخلت كليت نعم؟ واش رايك في الماكله؟ زينه والله لا ولا؟ اللحم، والله لا اللحم، هم يزعفوا مني جماعه الكوزينه، بصح والله لا اللحم يابس، والله ما يستاهلوه البرلمانيين. نفضحوهم على المباشر. حاميه سقموا والله لنا لا ما شاء اللحم الله. يا جماعه المجلس الشعبي الوطني هذو. والله ويخلصوا عليهم او جماعه يخلصوا مساكين لي ديبيتي. ايوه. ارجعنا للموضوع. ارجعنا للموضوع. المهم واش نبحث لك كان اللحم عندي اختنا؟ صورة. اسمعني. نعم. درك انت هذه القصه يعني كيفاش جات؟ يعني ما كانش دخان بلا نار. انا في تقديري هذا استنتاج نتاعي. ايه. المدعو بن عطيه باش ما نصنفه ما نسميه، ايه. كيما يقول لك مشى بالمبدا تاع ودن ما نطلقهاش كيما يقولوا عندنا في وهران. ايه. اي واحد باين ولو كان 10% بغى يهضر عليه باش يدير الباس. ايه. جيت انا في الطريق، ايوا. لقيت روحي مسجون في القليعه، ولقيت روحي نتقيا في مرحاض القليعه اكرمك الله، ولقيت روحي مقتول. اي الله يرحمك مسكين. كنت ناس مليح كي كنت حي. والادهى والامر تعرف وين راه سي سعيد؟ وراه. انه بعد ما انا درت لايف غير في الصفحه نتاعي باللي راني حي ارزق، رجع خرج والقصه تبدلت، ولات المخابرات اخترقاته وحشتها له. ايوا. تسمى هو درك راه وزيتوط هذايا ما قالكش باللي اسمح لي اني غلطت فيك؟ والله ما قالها لي، وما دارش وما دارش اعتذار قال بالله مغلطوني. ها انا الاعتذار ان شاء الله باذن الله بيناتنا المحكمه في بريطانيا العظمى في بلد القانون. راك معول ترفع عليه دعوه؟ نرفع عليه دعوه سيد. انا شوف سيد سعيد غير باش تفهم، اولا الخبر اللي الدوله بن عطيه انني تاجر مخدرات ومسكوني بجوازات سفر مزوره باسم مسؤولين وكاع، هذا يضرني في السمعه تاعي ويضرني في المصالح التجاريه تاعي. انا كنت باغي نفتح شركه في الجزائر، دروك شكون يتشارك مع واحد تاجر مخدرات؟ هذه الاولى. النقطه الثانيه البوشي. النقطه الثانيه محمد العربي زيطوط قائد حركه رشاد واللي 20 عام وهو يوعظ ويعطي في الدروس، تكلم واكد بلي انا راني ميت. ايه. هذه في القانون الاوروبي والقانون البريطاني، وانت سيد العارفين
de la diffamation, de la déclaration mensongère. المفيد راك حي. يا ودي راني حي، ها راني نقز. نوض هي نوض فعلا نوض كنت نوض نوض ترقص باش نعرفوا بلاك حي. شكرا انا على شكرا. كل حال درت عمليه قلب، ربي في شهر يشفيك. اوت، وهذا السبب اللي خلاني انا ما قدرتش نرد كي كان يكتب عليا، كنت مع العلاج. اه نقطه نزيدها لك. العمليه وين درتها، في الجزائر ولا في فرنسا؟ لا درتها في فرنسا في ليون. داكور يعني اوكي. انا الجزائر راني من العام اللي فات، من جانفي تاع العام اللي فات مازال ما هوتش. يا داكور اوكي سي مرابط، المهم راك حي ترزق ان شاء الله. نزيدك نقطه واحده لو تسمح لي، يعني من المنبر نتاعك. روح. قبيله بعث لي واحد الصديق راه رجع طلع في لايف، وراه يقول لي بلي انا عندي سكن في موناكو، وعندي سكن في ابو ظبي، وعندي شركه تعاقدت مع شركه ايني الايطاليه من اجل التنقيب على ما عندكش في البترول. لندن؟ يا ودي والله ما نسعاها. الا عندك سلفها لينا اخوك. انا اخوك المشكله انه ردني عندي شركه مع ولد يحيى شراكه، ومضينا عقد مع شركه ايني الايطاليه على التنقيب من اجل غار جبيلات. انا من المنبر تاعك نطالب هذه الشركه تبين لنا هذا العقد. نقطة أخرى لأنه نغتنم فرصة، معليش اسمح لي سي بن زديرة. اهدي أغنية لخالتك وعمتك تقدم فرصة من عندي، روح احكي. قلت لك اهدي أغنيتي إلى خالتي وعمتي وكذا. أهدي هذه المقابلة إلى خالتي في تيارت وعمتي في وهران. المهم كاينة نقطة جد مهمة، هذا بنعطيها قبيلة في واحد اللايف بعثوه لي جماعة، أنا والله لا راني ناسيه وقالعه من راسي، غير هو راه يهضر عليا. قال لي نتايا كي درت اللايف تاعك دافعت على الامام بحري بشير، وانت ما تلحقش تضيفه. هذا بحري بشير واحد الانسان امام ولد حومتنا، ولد الحومه تاعنا في وهران معروف، راه نازل فيه كيما يقول لك سب ومعايره صباح وحشيه وفي العرض تاعه. انا كي تكلمت في اللايف تاعي قلت له انت كيما راك تكذب عليا انا، ربي يفضحك باللي كنت تكذب على السيد حتى انه حط وثائق مزوره ونسبها له ليه. وبالك راه ضرب له الدربوكه. الله اعلم. اي ما لا خلاص. اوكي شكرا سي مرابط، والحمد لله راك حي ماكش ميت، وسلمنا اذا كنت ميت سلمنا على الموت اللي راك معاهم وتبغى على خير. سلامة. الله يحفظك سي بسطيرة. شكرا. ونتلاقوا في لندن ناكلوا البيتزا ان شاء الله بالحواشي. الحواشي العياشي. الله بالسلامة. شكرا. الحواشي العياشي. الله العظيم غير باين عليهم يا. اذا السيد الميت هذا، الحي الميت هذا تلاقيني معاه السي مرابط، ولا بس عليه بصحته لاباس عليه. انا نقول الخباز لندن، نقول له اذا كان عندك ذره رجوله وذره كرامه وشرف اخرج للمتابعين تاعك واعتذر. قال يا ودي انا غلطني واحد عنده مرض السيده وتحك تاكلوا الدبره تاعو وضربوا له الدربوكه في وهران ومازالوا يضربوا الدربوكه. اعتذر، قال باللي غلطني مخنث واحد شاذ جنسيا غلطني، اعترف. وراه المشكل يا خباز لندن. اوكي.